يومك بيضيع ومهما حاولت تنجز بتحس إنك تايه. استنى لحظة، لأن الحقيقة مش في إنك تصحى بدري ولا في عدد الساعات اللي بتشتغلها. السر كله في آخر ساعة قبل النوم. أيوة، الساعة اللي أغلبنا بيضيعها على الموبايل من غير ما يحس. هي دي اللي بتحدد هتصحى مركز ولا مرهق، وهتنجز ولا تفضل مأجل طول اليوم. تخيل إن في ناس حياتها اتغيرت حرفياً، مش لأنها اشتغلت أكتر، لكن لأنها غيرت اللي بتعمله قبل النوم بس. الفرق صغير جداً، لكنه بيعمل نتيجة ضخمة. اعمل لايك للفيديو واشتراك، ويلا بينا نشوف ايه هي العادات. والعادة الأخيرة هي الأهم. أول عادة لازم تعملها قبل ما تنام هي إنك تكتب 3 مهام بس لليوم اللي بعده، مش 10، مش قايمة طويلة، 3 بس. لأن مخك لما بينام وهو عارف أول خطوة هيعملها بيصحى وهو جاهز للتنفيذ مش لتفكير، وده لوحده بيوفر طاقة ضخمة جدا. تاني عادة، ودي أغلب الناس بتغلط فيها، الموبايل قبل النوم هو أكبر عدو لإنتاجيتك، لأنك بتفتحه دقيقة وبتقعد ساعة وبتنام ومخك شغال ومتوتر. جرب تقفله قبل النوم بنص ساعة بس، وهتلاحظ إن نومك بقى أهدى وصحيانك أخف. وتالت عادة بسيطة لكنها بتفرق جدا، حضر يومك قبل ما يبدأ. لبسك، شنطتك، أي حاجة ممكن تاخد قرار فيها الصبح، خد القرار ده بالليل عشان توفر طاقة اتخاذ القرار اللي بتضيع منك أول ما تصحى. رابع عادة لازم تعملها حتى لو دقيقة واحدة بس، راجع يومك. اسأل نفسك ايه الحاجة اللي عملتها كويس النهاردة، مش عشان تنتقد نفسك، لكن عشان مخك يبدأ يركز على النجاح بدل الفشل، وده بيخليك تتحسن أسرع بكتير. وآخر عادة ودي أهم واحدة، اعمل روتين هدوء بسيط قبل النوم. مش لازم حاجة كبيرة، ممكن يكون دقيقتين تنفس، قراءة خفيفة، دعاء، أو حتى إنك تقعد في هدوء. الفكرة إن جسمك يفهم إن في انتقال من ضغط اليوم للراحة، لأن من غير اللحظة دي هتفضل داخل النوم بنفس التوتر وتصحى بنفس التعب. دلوقتي تخيل معايا لو بدأت تطبق العادات دي النهاردة بس، بعد 3 أيام هتصحى مركز، بعد أسبوع هتلاحظ إن يومك بقى أحسن وإنك بقيت شخص مختلف تماما من غير ضغط ولا مجهود مبالغ فيه. السر كله في عادة صغيرة قبل النوم. لو وصلت لحد هنا صلي على النبي في الكومنتات.